في الدايت ناكل رز مصري ولا رز بسمتي؟ في تجربه لذيذه جدا اتعملت. عايزين نوصل ل 300 جرام رز مطبوخ، فجبنا متطوعين وقلنا ان احنا هنقيس كل 20 دقيقه مستوى السكر ومستوى الانسولين في الدم. فلقينا ايه؟ الرز الابيض عشان نوصل ل 300 جرام مطبوخ جاهز هيتاكل على طول، وصلنا لها ب 150 جرام من الرز المصري العادي. اما الرز البسمتي عشان نوصل ل 300 جرام منه مطبوخين خدنا بس 90 جرام من الرز الخام، وبالتالي لقينا ان احنا استهلكنا من الرز البسمتي اقل بكتير وصلنا للكم ده. اما بالنسبه للقياسات مستوى الانسولين ومستوى السكر عالي قوي مع الرز المصري، ولقينا اسوأ بكتير من الرز البسمتي. الرز البسمتي لقينا مستوى السكر ارتفع بس بشكل بطيء ومش بكميه كبيره زي الرز المصري. ولقينا ان البنكرياس بذل مجهود اكتر 70% عشان يحاول يلحق ارتفاع السكر اللي حصل من الرز المصري، ومستوى الانسولين عالي بنسبه كبيره برضه. النتيجه في الاخر ان كميه صغيره من الرز البسمتي شبعتني وما رفعتش السكر ولا مستوى الانسولين زي الرز الثاني، والبنكرياس ما اجهدش لانه مش مضطر يفرز كميه انسولين كبيره وبسرعه زي الرز الثاني. يبقى الرز البسمتي ابو حبه طويله اللي ما بيرفعش مستوى السكر ولا بيعلي مستوى الانسولين في الدم افضل بكتير من الرز المصري اللي بيعمل عكس كل ده. وفي الاخر بقى سواء رز عادي او رز بسمتي يفضل تاكله مع السلطه عشان ياخر امتصاص الكربوهيدرات اللي موجوده جوه الرز. ويا متابعيني الاعزاء، احنا بنتعب قوي عشان نوصل لك معلومه مفيده، فيا ريت تدعمنا بلايك وشير عشان غيرك يستفاد. دكتور محمد حسنين، استشاري تغذيه.